السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال ميس عايدة، أبطال الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ أهلا بيكم في أول درس معانا في الترم الثاني. الدرس الأول في الجغرافيا، درس عناصر المناخ. قبل ما نقول إيه هي عناصر المناخ اللي موجودة عندنا في الدرس، بيقول لنا إن أمد الله الأرض بكل عناصر الحياة. يعني ربنا ادانا على سطح الارض كل حاجة لازمة للحياة، عشان كده كوكب الارض هو الكوكب الوحيد الصالح للحياة. اول العناصر دي اللي ربنا اداها لنا كانت هي المناخ. وزي ما هنقول كمان شوية يعني ايه مناخ، بيقول لنا بقى باختلاف المناخ بتختلف اشكال وكل حاجة موجودة على سطح الارض لحد ما تصبح نظاما بيئيا صالحا يعيش فيه الإنسان والحيوان والنبات في علاقة متكاملة، يعني بيكملوا بعض. فهنا كده في النقطة اللي هي يعتبر تمهيد عندنا فيها سؤال، بنقول ما العلاقة بين المناخ والنظام البيئي؟ تمام، بنقول بقى الإجابة بتاعتنا، هنقول حيث أن باختلاف المناخ تختلف أشكال الحياة على سطح الأرض حتى تصبح نظاما بيئيا صالحا يعيش فيه الإنسان والحيوان والنبات في علاقات متكاملة ومتوازنة. دي كده إجابة السؤال بتاعنا. طيب تعالوا نشوف مع بعض عناصر المناخ، بس قبل ما نقولها لازم نعرف أصلا يعني إيه مناخ. عندنا كده لما بنبقى قاعدين قدام التلفزيون بتيجي في الآخر النشرة بتاعة الأخبار ويقول لنا حالة الطقس. الطقس ده بنقعد نتفرج عليه عشان نعرف درجة الحرارة بكرة عاملة ايه، الرياح، الدنيا هتمطر ولا لأ، هنعرف نروح المدرسة ولا لأ، ونعرف كل حاجة بتخص المناخ بتاعنا. بس في فرق بقى، في فرق بين المناخ اللي هو بنعرف منه درجات الحرارة، وفي فرق بين الطقس. الطقس ده إن حد ممكن يوصف لنا حالة الجو بس في فترة زمنية قصيرة. الفترة دي ممكن تبقى يوم أو اتنين أو أكتر حاجة أسبوع. يعني إن أنا أتوقع لك وأقول لك مثلا كمان يومين في عاصفة مثلا هتفضل 3 أيام، أو أمطار، ده كان الأسبوع الجاي في أمطار هتقعد 3-4 أيام. درجة الحرارة عندنا موجة حر هتستمر 3-4 أيام، وهكذا زي ما احنا بنعمل. نبقى تلاقي مثلا حد بيتكلم ويقول لك ده درجة الحرارة دي هتفضل برد معانا كام يوم كده على ما تبتدي درجة الحرارة تبقى كويسة. ان انا بقى اتوقع لك درجة الحرارة او اقولها لك لمدة يوم او اتنين او تلاتة، اوصف لك حالة درجات الحرارة والامطار والرياح وكل ده، ده كده بنسميه طقس. طقس يعني مش اكتر من اسبوع. يبقى نقول تاني، تعريف الطقس: وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تكون يوما أو يومين أو أسبوع. طيب ده من حيث إيه بقى؟ هنعرف إيه من خلالها؟ من حيث حرارة والضغط الجوي والرياح وكمان الأمطار. طيب المناخ بقى نفس الكلام، بس هنا بدل ما هتبقى الفترة الزمنية قصيرة أقصاها أسبوع، لأ هنا هتبقى أطول شوية، ممكن توصل لسنة كمان. طيب زي إيه بقى؟ هنقول التعريف بتاعنا، بنقول متوسط حالة الجو في فترة زمنية إيه؟ طويلة، قد تكون شهر أو فصل من فصول السنة. يعني أقدر أتوقع لك وأقول لك على فكرة الصيف الجاي هيبقى شديد الحرارة جدا، درجة الحرارة ممكن تعدي 45 درجة طول الصيف، وكمان مش عارف هيبقى فيه الرياح أو الشتاء هيبقى فيه رياح. وممكن كمان أتوقع لك مش فصل بس، ده أنا ممكن أتوقع لك درجة الحرارة وأقولها لك لمدة سنة. يبقى أنا فترة زمنية طويلة يبقى ده مناخ، فترة زمنية قصيرة يبقى ده ايه؟ طقس.
طيب برضو من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار، يبقى لما يجي يقولك الفرق بين الطقس والمناخ هي الفترة الزمنية، إن الطقس فترة زمنية قصيرة والمناخ فترة زمنية طويلة. يبقى احنا كده عرفنا زي ما بيقول لنا هن الطقس والمناخ الفرق بينهم في الفترة الزمنية اللي بنوصف بيها الجو. طيب خلينا نقول بقى ايه هي عناصر المناخ. بس لازم نعرف كلمة عناصر، يعني ايه عناصر؟ يعني لما بتقولي لي عمالة تقولي لي يا مس مناخ مناخ، يعني ايه مناخ؟ يعني بيتكون من ايه المناخ ده؟ يعني حرارة وضغط جوي ورياح وأمطار. تمام؟ ده التكوين أو عناصر المناخ. ناخد بقى واحدة واحدة من العناصر دي. الدرس بتاعنا كله هيتكلم على العناصر بتاعة المناخ دي. طيب أول حاجة معانا الحرارة اللي هي درجة الحرارة. بيقول لنا إن درجة الحرارة عندنا هي أهم عناصر المناخ، وآدي سؤال: بما تفسر الحرارة هي أهم عناصر المناخ ليه؟ بيقول لنا لأنها تؤثر على باقي عناصره. احنا قلنا العناصر التانية اللي هي ضغط جوي ورياح وأمطار، يبقى حاجة اللي هي الحرارة بتأثر في الضغط الجوي، والضغط الجوي بيأثر في الرياح، والرياح هي اللي بتأثر في في الأمطار. يبقى لو مفيش حرارة مش هيبقى في ضغط جوي ولا رياح ولا أمطار، يبقى الأساس بتاعهم هو مين؟ هو الحرارة. يبقى بنقول بما تفسر الحرارة أهم عناصر المناخ لأنها تؤثر على باقي عناصره. طبعا احنا عارفين ان الشمس هي المصدر الوحيد للضوء زي ما خدنا في الترم الاولاني، وقلنا ان هي تمدنا بالضوء والحرارة. لكن الحرارة زي ما قلنا عندنا في فصول السنة ان درجة الحرارة بتختلف من مكان الى اخر ومن فصل للتاني. طب ايه السبب اللي بيخلي مكان حر ومكان معتدل ومكان بارد؟ اكيد في اسباب. فاحنا هنا لما نقول على تختلف الحرارة من مكان الى اخر بما تفسر، تمام؟ يبقى بنقول بما تفسر تختلف درجات الحرارة من مكان إلى آخر، بنقول بسبب: واحد، اختلاف من موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، وهنقول كل واحدة دلوقتي ونشرحها. يبقى احنا خدنا دوائر العرض، كل دائرة عرض من دوائر العرض بالذات الرئيسية اللي احنا خدناهم هي دائرة الاستواء والسرطان والجدي والدائرة القطبية الشمالية والجنوبية والقطبين، كل دائرة من دول لها درجة حرارة بتختلف. يبقى بيقول لنا: واحد، اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. اتنين، التضاريس، واحنا خدنا التضاريس يعني الجبال والهضاب والتلال والسهول والأودية، درجة الحرارة على الجبل غير درجة الحرارة في السهول، وهنعرف ليه. رقم 3، القرب أو البعد عن المسطحات المائية، يعني المكان اللي قريب مطل على بحر غير المكان اللي مش مطل على حاجة خالص، درجة الحرارة هنا غير هنا، بتختلف عن بعضها. طيب بعد كده بنقول الغطاء النباتي، يعني الأشجار والنباتات. لما يبقى عندك كده مكان انت قاعد في مكان تحت الشجرة، فأكيد بتبقى قاعد في مكان درجة حرارته كويسة، مش حاسس بالحر قوي زي ما يكون حد ماشي والشمس فوق دماغه. وهنعرف ازاي. طول أو قصر النهار، طول وقصر النهار، كل ما يكون النهار أطول بالتالي هيختلف في درجة الحرارة لما يبقى النهار قصير، اللي هو من خلال فصل الشتاء والصيف. فعشان كده بيسألنا سؤال تاني ويقول لك: ايه هي العوامل المؤثرة في تباين، كلمة تباين يعني اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض؟ بنقول الإجابة هي الأربع أسباب اللي احنا لسه قايلين عليهم. طيب نيجي بقى نتعرف على العوامل اللي احنا قلناها دي بالتفصيل بتاعها. واحد، اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض بيؤثر في درجات الحرارة. ممكن يجي يقول لنا دلل الموقع بالنسبة لدوائر العرض بيؤثر في المناخ ازاي. بنقول ان احنا عندنا دي الكرة الأرضية، صح؟ ودي دائرة الاستواء، واحنا خدنا في الترم الأولاني ان دائرة الاستواء أشعة الشمس بتكون مالها عمودية ومائلة على بقية أجزاء الأرض، وكل ما هتبعد عن دايرة الاستواء كل ما الأشعة هتبقى مائلة أكتر، كل ما هتبقى مائلة أكتر، وكل ما بتبقى مائلة أكتر وكل ما طول الميل بتاعها بيطول كل ما بتبقى درجة الحرارة معانا أقل.
يبقى درجة الحرارة هنا غير هنا غير هنا غير هنا، كل مكان أو كل دائرة عرض ليها درجة حرارة مختلفة. يبقى بنقول بترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. يبقى كل ما هنقرب على دائرة الاستواء درجة الحرارة مالها هتعلى، وكل ما هنبعد عن دائرة الاستواء درجة الحرارة ايه؟ هتقل. يبقى هنقرب لدائرة الاستواء درجة الحرارة هترتفع، هنبعد عن دائرة الاستواء درجة الحرارة معانا يبقى هنقرب لدائرة الاستواء درجة الحرارة هترتفع، ونبعد عنها درجة الحرارة هتقل. يبقى نقول ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل كلما ابتعدنا. طب لو قالك ليه بقى؟ ليه بترتفع وليه بتنخفض أو بتقل؟ بيقول لنا لأن أشعة الشمس بتكون عمودية فين؟ على دائرة الاستواء، تمام، ومائلة كلما ابتعدنا عنها. يعني كل ما هنبعد عن دايرة الاستواء شمالا وجنوبا الأشعة عندنا هتبقى مائلة أكتر. وقلنا كل ما بيبقى درجة الميل بتزيد كل ما درجة الحرارة بتقل، يعني تبقى باردة أكتر. عشان كده بنيجي عند القطبين هنا كده أشعة الشمس بتبقى خلاص مش واصلة هناك، درجة الميل ده آخرها، فبتبقى هناك الدنيا تلج. يبقى كل ما هنبعد درجة الحرارة هتقل، كل ما هنقرب كل ما درجة الحرارة هترتفع. طب أنا لو عكست السؤال وجيت هنا كده على الإجابة وقلنا ما النتائج المترتبة على أن أشعة الشمس تكون عمودية على دائرة الاستواء ومائلة، ليه؟ أدى ذلك إلى اللي هو السؤال اللي مديهولنا ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عنها. طيب نشوف تاني عامل معانا من العوامل المؤثرة في المناخ وهي التضاريس. طيب تضاريس أدي مثلا جبل مرتفع ارتفاعه تقريبا اهو 1650 متر، بيقول لنا بقى ان في قاعدة عندنا، وخلوا بالكم القاعدة دي تبقى معانا في اولى وتانية وتالتة. درجة الحرارة هنا مثلا الدنيا حر في المناطق المدارية الحارة اللي هي عند دائرة الاستواء الجبال اللي هناك، كل ما هنطلع لفوق درجة الحرارة هتقل، ولدرجة ان كل ما يبقى الارتفاع اكتر ممكن تلاقي فوق الجبل من فوق تلج. طب ازاي يا مس؟ ده احنا المفروض بنقرب من الشمس فالمفروض ان الدنيا تبقى حر اكتر. لا، ما هو اللي مخلينا حرانين هي ان اشعة الشمس، ان الارض هي اللي بتمتص عندنا اشعة الشمس وبتخلينا حرانين، تمام. اما لما بنطلع فبيقول لنا درجة الحرارة بتقل. فازاي بقى؟ بيقول لنا تقل درجة الحرارة درجة واحدة، ماشي، كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر 150 متر. طيب انا لو جيت هنا وقلنا يغطي الثلج قمم الجبال المرتفعة، هنقول عليها بما تفسر. ليه؟ اجابتها هي اللي فوق، ماشي، لأنه تقل درجة الحرارة درجة واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر، زي جبل ايه؟ كينيا اللي احنا خدناه في الترم الأولاني اللي هو بفعل البراكين. رقم 3 القرب أو البعد عن المسطحات المائية. لما نحط برضو على دي دلل ودي كمان دلل. ازاي القرب او البعد عن المسطحات المائية بيأثر في الحرارة؟ بيقول لنا ان الاماكن زي الاسكندرية دي مطلة على البحر المتوسط زي ما احنا عارفين، فبيقول لنا ان هي المكان ده عشان مطل على البحر المتوسط بيتميز بايه؟ باعتدال الحرارة في الصيف، وكمان بيبقى دافي في الشتاء. الله، مش المفروض في بحر يبقوا سقعانين؟ لا، بتبقى درجة الحرارة هناك دافية. وهنقول ازاي؟ فعشان كده لما يسألنا سؤال ويقول لنا بما تفسر، تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال الحرارة في الصيف ودفئها في الشتاء. ليه؟ بيقول لنا لأن المياه تعمل على تلطيف درجة الحرارة في المناطق القريبة منها في الصيف والشتاء. هتقولي لي ازاي مثلا؟ المية اللي موجودة دي بتاعة البحر بيقول لنا في الصيف بتبقى زي بخار رطب كده، فبتخلي درجة الحرارة طراوة وجميلة. طيب وفي الشتاء؟ في الشتاء الجو بيبقى برد،
الشمس بقى طول النهار البحر بياخد أشعة الشمس ويسخن المية، يجي بالليل الجو بيبقى برد أكتر، تبتدي البحر ده يطلع الأشعة اللي كان أو الحرارة اللي محتفظ بيها طول النهار يطلعها بالليل، فيخلي الجو دافي وجميل ويمتص هو البرودة بتاعة الجو. يبقى عرفنا فايدة المسطحات المائية. طيب، رابع حاجة معانا من العوامل اللي بتؤثر في درجات الحرارة هو الغطاء النباتي. يعني ايه الغطاء النباتي؟ يعني حد يبقى ماشي حاطط ورقة شجرة على دماغه؟ لا، الأماكن اللي فيها أشجار وفيها غابات بتلاقي درجة الحرارة بتاعتها أقل. عشان كده لما نيجي نقول عليها دلل أو يجي يقول لنا على تقل درجة الحرارة بما تفسر. الغطاء النباتي بيمنع أشعة الشمس، يعني هنا أشعة الشمس من هنا، عندنا هنا الشجرة، هي الشجرة دي منعت أشعة الشمس إن هي توصل تحت، فبالتالي المكان ده الشمس ما جاتش عليه، فالأرض ما خدتش كمية من الإشعاع الشمسي، فبالتالي درجة الحرارة بتكون معتدلة أو بتكون أقل. يبقى بيقول لنا يمنع الغطاء النباتي أشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الأرض. طيب، بيعمل ايه بقى؟ عشان كده بتقل درجة الحرارة في الأماكن المزروعة والغابات عن المكان المكشوف. يعني لما اجي هنا هقولك هنا درجة الحرارة أكتر ولا المكان ده اللي بره ده اللي هو مش عليه غطاء نباتي؟ أكيد هنا درجة الحرارة أقل وهنا أعلى. طيب، ده كله بسبب ايه؟ بسبب الغطاء النباتي. هنا سؤال عندنا تحت، فسر تتراكم الثلوج فوق قمم الجبال المرتفعة في المناطق المدارية. السؤال ده هو نفس السؤال اللي احنا قلناه هنا، يبقى إجابته بيقول لنا لأن درجة الحرارة تقل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر. طول وقصر النهار هنحط برضو عليها دلل، ويقول لك دلل طول وقصر النهار ازاي بيأثر في درجات الحرارة. لو فاكرين ان احنا قلنا ان طول النهار في الصيف بيبقى طويل وفي الشتاء لو فاكرين ان احنا قلنا ان عندنا في فصل الصيف النهار بيكون طويل وفي الشتاء بيكون ايه؟ قصير. فبيقول لنا ان النهار في فصل الصيف كل ما بيبقى طويل اكتر كل ما الارض بتسحب كمية كبيرة من اشعة الشمس، فبتخلي درجة الحرارة ايه؟ مرتفعة. اما لما بيكون النهار قصير فبيبقى الوقت اللي الشمس فيه بتخبط في سطح الارض بيكون قليل، فبالتالي بتاخد كمية قليلة من أشعة الشمس، فدرجة الحرارة بتكون إيه؟ أقل. نشوف بقى الكلام ده بيقول إيه؟ بيقول لنا يطول النهار في فصل الصيف، ما النتائج؟ هنقول أدى ذلك إلى تلقي الأرض كمية كبيرة زي ما قلنا من أشعة الشمس، لأن النهار كان طويل، ولما الشمس هتاخد الأرض هتاخد كمية كبيرة من أشعة الشمس، هيؤدي ذلك لإيه؟ لارتفاع الحرارة. طب أنا لو خدت بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف بما تفسر، ليه؟ بيقول لنا هنقول بسبب طول النهار، احنا كده عكسنا السؤال، بسبب طول النهار فتتلقى الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي. طيب، نيجي نشوف تاني حاجة. النهار بقى في الشتاء بيبقى ماله؟ قصير. أدى ذلك إلى إيه بقى؟ ما النتائج؟ بنقول أدى ذلك إلى تلقي الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى إن درجة الحرارة بتكون إيه؟ أقل. طب لو خدنا برضو دي وقلنا عليها بما تفسر، تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء. قلنا لأنه يقصر النهار في فصل الشتاء فتتلقى الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي. قبل ما نكمل بقى الدرس بتاعنا اللي هيكون إن شاء الله في جزء تاني، هنزل لكم فيديو تاني بالجزء التاني ببقية الدرس لأن الدرس طويل شوية مش هينفع في فيديو واحد. خلينا نحل مع بعض التدريبات، بس يا ريت قبل ما تقعد تسمعني تقعد تذاكر الدرس وبعدين تحل الواجب بتاعك وبعدين تصححه معايا من الفيديو ده. يلا بنقول اختر الإجابة الصحيحة. الفرق بين الطقس والمناخ قلنا يتمثل في كمية المطر، درجة الحرارة، الموقع، ولا الفترة الزمنية؟ طبعا قلنا الفترة الزمنية.
أهم عناصر المناخ طبعا قلنا الحرارة. تصبح أشعة الشمس مائلة بشكل أكبر، يعني درجة الميل بتبقى أكتر أكيد يا إما ناحية الشمال يا إما ناحية الجنوب. إيه اللي بعيد قوي أكتر في آخر الكرة الأرضية؟ طبعا الدائرة القطبية الشمالية. يرجع السبب وراء تكون الثلوج على قمم الجبال في قارة أفريقيا. طبعا البعد عن دائرة عرض صفر، ولا أشعة الشمس، ولا الارتفاع؟ طبعا الارتفاع، لأنه كلما ارتفعنا 150 متر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. المدينة الأكثر اعتدالا، واحنا قلنا معتدلة درجة الحرارة فيها في الصيف، يبقى أكيد في مسطح مائي. ايه اللي مطل على مسطح مائي؟ طبعا بورسعيد. اكتب صح أو خطأ مع التصويب. 1. درجة الحرارة فوق قمة الجبل تكون أعلى من درجته عند سفحه، يعني درجة الحرارة فوق بتكون أقل من تحت. طبعا غلط، المفروض بتكون أقل. تعمل المسطحات المائية على تلطيف الحرارة، صح. ترتفع درجة الحرارة في المناطق اللي فيها غابات، طبعا غلط، احنا قلنا درجة الحرارة مالها بتقل. طيب بعد كده بنقول يؤدي قصر النهار خلال الشتاء إلى انخفاض درجات الحرارة، قلنا طبعا صح. بما تفسر اختلاف درجات الحرارة من مكان إلى آخر، هنقول العوامل المؤثرة في المناخ. بنقول 1. اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، وكمان التضاريس. 3. الغطاء النباتي. 4. القرب أو البعد عن المسطحات المائية. وآخر حاجة طول وقصر النهار. طيب نشوف اللي بعد كده. قارن بين الطقس والمناخ. طبعا عشان المكان بنقول الطقس هو حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوم أو يومان أو 3. طيب بعد كده بنكمل طبعا ونقول من حيث الحرارة والرياح والضغط الجوي والأمطار. أما الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون أسبوع أو فصل أو سنة، من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا تدريب رقم 1، واستنوني في الجزء الثاني من الدرس إن شاء الله.